هلا وحبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو مختلف عن الفيديوهات اللي قبلها. اليوم الفيديو عبارة بس طبخ. فاليوم انا اجيت لاهلي، فاختي قالت لي شنو تحبين على الغداء؟ قلت لها سوي لنا دجاج. هنا مثل ما تشوفون اختي بدأت تطبخ بالغداء. هنا اول شي طبخت التمن حتى تخلص من عنده. هنا خلت زيت وبصل وشعرية، وهنا خلت كيلو تمن وخلت دوكة ماي. وهنا أختي بدأت تشيل البصل الزايد من التمن وخلينا يستوي على راحته. وهنا بدأت تنظف الخضرة. وهنا عندنا الوالدة نظفت الدجاجة وكملت وبعدين قصتها. هي سوتها 4 قطع 5 قطع. وهنا غسلت الدجاجة كل الزين ونظفتها. وهنا مثل ما تشوفون التمن استوى عندنا وقللناه. وهنا راحت الوالدة تطبخ الدجاج. هنا مثل ما تشوفون غسلنا الدجاجة كل الزين وحضرنا غراضنا حتى نطبخ المرقة. وهنا خلينا الجدر على النار وخلينا بيه زيت وبصل وفلفل. وهنا خلينا الثوم وخلينا الدجاجة وخلينا بهارات وملح وخليناها شوي تنحرق وبعدين نرجع لها. هنا مثل ما تشوفون اختي خلصت الخضرة وبدت تغسل بيها. وهنا الوالدة رجعت للدجاجة وحمستها كل الزين. هنا حمستها كل الزين وبعدين خلت لها الماي وخلتها تستوي على راحتها. وهنا مثل ما تشوفون هاي النتيجة، المرقة بدأت تستوي عندي. هنا اختي عاجنة من زمان فراح نخبز. هنا مثل ما تشوفون اختي بدأت تدولج. هنا الغدا ما يحلى الا الخبز الحار. وهنا الله يسلمها بدأت تكمل. وهنا مثل ما تشوفون خلصت هي وهنا بدأت تخبز. هنا مثل ما تشوفون بدينا نخلص من الخبز، بقى بس هذا بالتنور. وهنا كملنا الخبز وسهلكم ألف عافية. وهنا كمل عندنا الغداء. هنا قلينا الدجاج. وهنا مثل ما تشوفون استوى الأكل عندنا وبدينا نحضر بالأكل. وهنا صبينا غدا وسهلكم ألف عافية. وهنا شوفوا الهوسة مالت المطبخ فبدينا نغسل بالماعين. وهنا مثل ما تشوفون جلفت الماعين وبعدين شطفتهن وشوفوا النظافة. هنا شي يحتاج ورا الغدا لازم شاي. وهنا مثل ما تشوفون سوينا شاي مهيل. هنا حضرنا الاستكاين حتى نشرب شاي على رواق. وهنا كملنا وسهمكم ألف عافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد. مع السلامة.